مش البيض بس اللي بيتلون في شم النسيم. النهاردة هنلون الشوكولاتة بشكل يخطف القلب. يلا نبدأ. مع بداية الربيع كل حاجة حوالينا بتبدأ ترجع للحياة. شم النسيم مش بس يوم بنخرج فيه ونتفسح، ده موسم كله بهجة، ألوان وضحك وأحلى تفاصيل بسيطة بتفرح القلب. وطبعاً مفيش أحلى من إننا نضيف لمسة مميزة للحظة دي بشوكولاتة بطابع شم النسيم. ممكن نعمل شوكولاتة على شكل بيض مستوحاة من بيض شم النسيم لكن بشكل شيك جداً. ممكن نعملها شوكولاتة ملونة من بره وجواها حشوات زي الكراميل أو البندق، شكلها يجنن وطعمها أحلى بكتير. فكرة تانية، شوكولاتة بشكل أرنب رمز الربيع والمرح. ممكن تتقدم كقطعة لطيفة للأطفال أو حتى في بوكس هدايا كيوت جداً. وممكن نعمل بوكس شم النسيم ننسق فيه أكتر من شكل، بيض، فراشات، ورود وألوان مبهجة. ممكن نضيف كمان لمسة بسيطة زي شريط ملون أو كارت تهنئة ويبقى هدية مثالية لأي حد بنحبه. كمان ممكن نلعب بالألوان، الأصفر، الأخضر، الوردي والأزرق الفاتح، كلها ألوان بتعبر عن الربيع والحياة، ومجرد ما العين تشوفها بتحس بالسعادة. ولو عايزين فكرة مختلفة شوية، جربوا الشوكولاتة المحشية بنكهة الفواكه، تدي إحساس منعش جداً ومناسبة لجو اليوم. أهم حاجة في شوكولاتة شم النسيم إنها تكون مرحة، خفيفة ومليانة تفاصيل مبهجة. ما تخافوش تبدعوا، جربوا أشكال جديدة وألوان جريئة، وخلوا كل قطعة شوكولاتة تحكي قصة فرحة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان تشوفوا أفكار أكتر ومميزة. واكتبولي في الكومنتات لو هتعملوا بوكس شم النسيم تحبوا تضيفوا فيه إيه. كل سنة وانتوا طيبين، وشم النسيم سعيد عليكم.